صباح الورد، يا صباح الرزق، يا صباح الجمال. طبعا النهاردة يوم تكملة من سلسلة ترتيبات وتنظيمات وتنظيفات البيت لشهر رمضان المعظم. هنا طبعا أنا دخلت بقى إيه على الحمامات، حيطان، آه، مواسير، شبابيك، تلميع بيبان، أرضيات، الحوض، كل حاجة بقى، حتى المحابس ما سبتهاش، لمعتها وغسلتها ودعكتها. أنا كل اللي عاملاه في إزازة مسحوق سايل بتاع المواعين بتاعنا، وحط عليه كلور وميه ومخففاه، بدل ما احط في علبه واخفف، لا بشتغل من الازازه على طول. هنا طبعا ايه، حيطان، الشبابيك، المواسير، السخان، الحاجات دي كلها. طيب، واحنا بنتفرج او احنا بنشوف كده احنا هنعمل ايه. احنا هنا الحمام الكبير وهندخل على الحمام الصغير، برضو نظبطه، وبعدين هنرجع نغسل القطعة، واللي هي المفارش، مش المفارش، اسمهم ايه، المفارش بتاعت الارض ديت، يا ليها اسم تاني يا جماعة، اللهم صل على سيدنا محمد. يعني ما علينا، الأطقم بتاعت الأرضيات دي هنغسلها وكده. ولكن أنا حابة أتكلم في حاجة معاكم، وهي مهمة جدا، الأمانة. النهاردة أنا حابة أتكلم عن الأمانة، إزاي أكون إنسان أمين، أو إزاي أعلم ولادي الأمانة. طيب، لو أنتي أمينة في تصرفاتك، لو أنتي أمينة في حياتك، لو أنتي أمينة على حاجة الناس اللي موجودة في بيتك، أو اللي موجودة في جيبك، أو اللي موجودة في شنطتك، صدقيني ولادك هيبقوا هيطلعوا نفس الطريقة. يعني أنا كان ليا تعليق على واحدة أعرفها، يعني إن راجعي نفسك يعني في تربية الولاد، أو راجعي نفسك في تصرفاتك أنت كأم، عشان ده بيعود على الولاد بأن هم بيطلعوا يعملوا نفس اللي الأم بتعمله للأسف. فأنا عارفة أن ممكن يكون في ناس بتتصرف بتلقائية، ولكن في حاجات صغيرة على فكرة للأسف إحنا ما بناخدش بالنا منها، يعني من ولادنا الصغيرين وهم أطفال. يعني أنا من ولادي هم بيبيهات صغيرين جدا، كنا مثلا نروح عند خالتهم، لو عايزين حاجة من التلاجة لازم يوشوشوني، لازم يقولوا لي عشان أنا اللي استأذن أو أنا اللي أقول لها. ولادي كبروا لحد النهارده، استحاله مثلا يدخلوا بيت عند حد، ودي يعني انا كلام بقوله على الملأ، وفي ناس اكيد عارفاني كويس جدا ومعشراني، وفي قرايب، وفي ناس كتير جدا ولادي دخلوا بيوتهم وعارفين ان انا مش بقول كلام ولا بدعي، ولكن دي حقيقه. اللهم لك الحمد. يعني ما يدخلوش يفتحوا ثلاجه حد ولا يتحركوا من المكان اللي هم قاعدين عليه نهائي. لو قدامهم لعب، لو من هم صغيرين قدامهم لعب، قدامهم اي حاجه في بيت اي حد، استحاله يقوموا من مكانهم او يلمسوا حاجه في بيت حد. اما كنت ابقى عند خالتهم، فكانت خالتهم تتخانق معايا وتزعق لي وتقول لي انت ازاي عامله كده فيهم، انت ازاي مخليهم كده، ده بيتهم، انا غير اي حد. فكنت دايما اقول كلمه بسيطه جدا، كنت اقول لها ده نوع من التعود، لما يكبروا يقدروا يميزوا ان ده بيتهم، وان ده بيت خالتهم، وان ده مع ان هم كبروا ومن شب على شيء شب عليه، حتى لحد دلوقتي ما بيعملوش كده، ولكن يعني على الاقل هيبقوا فاهمين ان حتى لو طلبوا حاجه او استأذنوها هي مباشره، غير لما هيقولوا لي انا في ودني. فهو تعود. الطفل عودتيه في بيتك على ايه؟ عودتيه في بيت اختك. طفل ما بيعرفش يفرق، وهو من هو صغير ما بيعرفش يفرق حاجه اسمها ده بيت خالتي وده بيت معرفه او بيت احنا ضيوف فيه. اللي هيعمله في بيتك، اللي هيعمله في بيت خالته، اللي هيعمله في بيت عمته، اللي هيعمله في بيت اخوك كبير، هو ده اللي هيعمله في اي بيت. فكنت دايما بقول لخالتهم لا، لازم ما تقولي لهمش ده بيتكو، دي حاجتكو، سيبكو من مامي دي مجنونه، زي ما كانت مثلا بتقول لهم. لا، علمتهم ان مفيش حاجه اسمها كده، لازم ان اي بيت نحترم المكان اللي احنا فيه، ما نتحركش بمكاننا، ما نلمسي حاجه بتاعت حد. والحمد لله وبشهاده كل الناس، واكيد
ناس كتير جدا تعرفني بتبقى بتسمع الفيديوهات وعارفين الكلام ده، ومش بقول حاجة مثلا مش موجودة فيا في تربيتي لولادي أو في ولادي، لا الحمد لله دي موجودة علمتها لولادي. ف يعني مثلا من الحاجات اللي أنا مثلا بتزعلني، أنا ممكن يبقى عندي مثلا حد ناسي هدوم عندي، أو حد ليه حاجة نسيها عندي. والله بشهادة ناس كتير جدا موجودة عندي على اليوتيوب وبيسمعوني دلوقتي وعارفين اللي أنا بقوله ده كويس، يغيبوا سنين ويرجعوا. لو مثلا علبة كريم بقت اكسباير خلاص باظت، بس هي موجودة، طب ليه ما استعملتيهاش؟ لو معجون سنان يفضل مركون، يروحوا ويرجعوا الناس دي يلاقوا معجون السنان. لو سايبين هدوم يروحوا يلفوا يرجعوا الهدوم دي محطوطة في شنطة ومتشالة. هنا اللي أنا بعمله ده علم ولادي الأمانة، من غير ما أقول لهم خليكوا أمنة، الأمانة مش عارف إيه، من غير ما أدي درس. تصرفاتي هي اللي هتخلي ولادي يتعلموا وينفذوا من غير أنا ما أقول. هم شايفين أمهم بتعمل كده فإحنا هنعمل كده. هنا أنا علمتهم الأمانة من غير ما أقول لهم أنا بعلمكم الأمانة. من ضمن الحاجات اللي فيها أمانة وبتعلمي ولادك الأمانة منها، يعني مثلا أنا عمري ولادي ما راحوا مثلا عند جدتهم مامة باباهم، ودي برضو بشهادة باباهم يعني الحمد لله. عمري ولادي ما جم من عند جدتهم أو من عند حد معرفة، أو هم قاعدين في يوم مقضين يوم عند حد، أو راحوا ساعة ساعتين في بيت حد، أو بيتوا عند حد وجم. عمري ما مسكت ابني وقلت له أكلت إيه، شربت إيه اللي حصل، اللي اتقال، مين جه، مين راح، كلمت مين، كلم مين. يعني أنا عندي يعني 2 شخصيتين بالأخص في حياتي من اللي أعرفهم، هم كده علموا ولادهم كده من هم صغيرين. لو ولادهم مثلا عندنا تلاقي مامتهم كل 10 دقايق بتكلمهم، وتلاقي العيل أخد التليفون وجري استخبى في مكان بعيد عشان يحكي لها اللي بيحصل. على فكرة الحاجات دي كلها يمكن انت بتبقي مبسوطة وقتها انك عرفتي المعلومة المستخبية، جبتي قعر الحلة وجبتي الديب من ديله وعرفتي المعلومات وخدتي كل الإخباريات عندك. ولكن للأسف انت فرحتي في حاجة وقتية أو لحظية، وللأسف ده هيعود عليكي في الآخر بنكد، وبإن ولادك هيطلعوا غير أمنا على حياتهم وعلى حياتك انت كمان كأم، لأن خلاص انت عودتيهم انك ما بتسأليهم بيقولوا لك، فانت بتروحي مديهم فلوس ولا مديهم حاجه حلوه، ولا قايله له شاطر يا حبيبي لما تروح تاخد بالك من كل حاجه وتبوسيه. هنا اصبح ان اي حد هيطبطب على ابنك او هيقول لابنك ايه اللي حصل في بيتكم، اكلت ايه، ماما راحت فين، ماما جت منين، ماما نامت، ماما صحيت، ماما دخلت الحمام، هو هيبقى عارف ان المقابل حلو، فهيعمل ايه؟ هيقول. فصدقيني خدي بالك وركزي في ان ازاي تعلمي ابنك او بنتك الامانه من غير ما تديهم درس في الامانه. تصرفاتك وافعالك هي اللي هتخلي ولادك يعني تتعلم منك من غير ما تقولي لهم انك بتعلميهم. ويمكن انا يعني في مقوله حلوه قوي انا بحبها جدا، ودي قيسي عليها بقى كل حاجه في حياتك: لا تحدثني عن الاسلام، دعني أرى الإسلام في تصرفاتك. برضو نفس الموضوع، ما تعلميش ابنك الأمانة، خليه يشوف الأمانة في تصرفاتك. ما تعلميش ابنك عدم الكذب، خليه يشوف انت أمانتك انت وعدم كذبك انت. ما تعلميش ابنك النظافة وتقولي له خليك نظيف، خليه يشوفك انت نظيفة هو هيبقى نظيف. في حاجات طبعا في فلتات وفي حاجات بتبقى كده، يعني لكل قاعدة شواذ، ولكن أنا دايما اتعلمت في حياتي إن أنا أبدا 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 ما أخدش بشواذ القاعدة، أنا دايما أخد بأساس القاعدة. وأساس القاعدة إن أنا كأم تصرفاتي هي اللي هتعود على أولادي في التربية، هي اللي هتخلي تقول يا بخت أمكم بيكم، أو تسلم اللي ربتكم، أو يلا محدش بيقول لي يسلم اللي رباك، لان الاب دايما مشغول، الام هي اللي بتربي، الام هي اللي بتصحح بتدي المعلومه.
يعني أنا لمّا يكون عندي حاجة بتاعة حد ما البسهاش وما استعملهاش وآجي لمّا صاحبها ييجي ياخدها مبلولة من على منشر، أو ياخدها كانت في الغسالة معلش أصل كانت حد لابسها، الكلام ده كله ده بيخلّي بنتِك أو ابنِك يعرف إن أنتِ مش أمينة، فبالتالي هو كمان هيطلع مش أمين. فعشان كده لمّا باقول لأي أم راجعي نفسِك في تصرفاتِك وفي تربيتِك لولادِك، مش معناها إن أنتِ مش عارفة تربّي، ولكن راجعي نفسِك في تصرفاتِك، عشان تصرفاتِك هي اللي هتبني شخصية بنتِك أو ابنِك، وهتطلّعه راجل وهتطلّعها ست محترمة وست عندها أمانة. أنا عِشت عُمر كامل مع أبو ولادي، عمري في حياتي ما أخدت فلوس من محفظته، عِشت وانفصلت وعِشت عُمر كُلّه لغاية ما انفصلت منّه، كنت باخد المحفظة وأدّيها له عشان يدّيني منها فلوس، أو لو يدّيني منها المصروف، أو يدّيني منها أي حاجة أنا محتاجاها. علّموا ولادكم الخير في تصرفاتكم، والأمانة في تصرفاتكم، والحاجات الحلوة كلها لما يشوفها فيكِ هو طبيعي هيعمل زيها وهيقلدِك، لإنِّك أنتِ القدوة والمثال اللي عايش معاه طول النهار وطول الليل، أكتر كمان من الأب يعني. وربنا يحفظ ولادنا ويجعل ولادنا طيبين ومحسنين وصالحين يا رب العالمين. هنا أنا خلّصت طبعًا، أنا قُلت أدردش معاكم في موضوع لطيف وموضوع جميل، يا رب ما يكونش موضوع ضايق ناس معيّنة، بس أنا حبّيت للتذكرة مش أكتر. ويا رب بس يكون كلامي مفيد، وحتى ولو خدتِ كلمة واحدة من كلامي تفيدِك وتفيد ولادِك، فأنا هاقول الحمد لله. ويا رب أكون قدرت أفيدكم ولو بكلمة أو بمعلومة، وقُلت أتسلّى وأدردش معاكم كده وأنا بانضّف وأنتم بتسلّوني وأنا باسلّيكم، وبافضفض كمان معاكم. وهنا أنا كنت خلّصت الحمامات والترتيبات، وعطّري بيتِك بذكر الله وبالصلاة على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام.